نقول السلام عليكم لأحلى شعب في الدنيا، الشعب المصري الأصيل، الشعب المصري الجميل، الشعب المصري اللي بيحب بلده. النهاردة ناس كتير قوي على مواقع السوشيال ميديا اكس وفيسبوك وعمالين يصوتوا ويلطموا على قطع النور. هي الدولة هتعمل ايه في قطع النور؟ اول حاجة الدولة خففت الاحمال من 3 ساعات لساعة ونص او ساعتين. طب ايه ده؟ واحنا هنقدر نقعد في قطع النور دوت ساعتين؟ لا، هنقدر نستحمل ساعتين، هنقدر نستحمل ساعة، هنقدر نستحمل مع بلدنا. قناة السويس عندك 60% و65% من العائل بتاعها شكرا مفيش. بسبب ايه؟ بسبب الحرب اللي موجودة في البحر الأحمر، ومفيش سفن بتعدي في قناة السويس. يعني عندك قناة السويس الدخل الأساسي لجمهورية مصر العربية 60% أو 65% عليه العوض ومنه العوض. تاني حاجة السياحة، 50% من السياحة في مصر مش موجودة بسبب برضو الحرب في غزة والحرب في السودان. يعني احنا ماشيين بستر رب العالمين، بلدنا ماشية واحدة واحدة. نستحمل مع بلدنا ونستحمل ساعتين نور، ونستحمل الأدوية، ونستحمل الكهرباء، ونستحمل كل دوت. احنا في حرب، البلاد اللي حوالينا كلها مشتعلة، مش عايزين نخلي بلدنا تقع. اي ضغط على المواطن المصري نستحمله. احنا كمواطنين مصريين لازم نقف جنب بلدنا. ما تسمعوش كلام اللي الوطنية ما بتجيبش فلوس، لا، الوطنية بتجيب لك وطن، بتجيب لك امان، بتجيب لك بيت عايش فيه انت واسرتك، مفيش صاروخ معدي من فوق عمارتك، مفيش حرب في بلدك، مفيش قطاع طرق، مفيش عصابات زي ما بيحصل في البلاد اللي حوالينا. ماشي في امن وامان. بنحاول نطور في بلدنا برغم كل الظروف القاسية اللي مصر بتمر فيها، بلدنا بتتطور. لازم نستحمل مع بلدنا. لازم نقف وقفة رجالة ووقفة وطنية في ظهر بلدنا. وياما ولادنا يكبروا هيعرفوا اللي انت او انتي استحملتي عشان خاطر بلدك، حبك لبلدك، عشان خاطر وطنيتك لبلدك. لازم كلنا نقف جنب بلدنا في اي ظرف بنمر بيه، نستحمل وهتعدي، وان شاء الله هتعدي. ولازم نعرف ان الدول اللي حوالينا كلها فيها حروب. فلسطين، السودان، العراق، لبنان، ليبيا، البحر الأحمر، البحر المتوسط، كل حدودنا فيها حروب. لازم نحافظ على بلدنا، لازم نحافظ على بلدنا. ربي يحفظ لنا بلدنا، ويحفظ لنا جيشنا، ويحفظ لنا رئيسنا، ويحفظ لنا مؤسساتنا. وتحيا مصر، وتحيا الشعب المصري الصابر على كل شيء بيمر فيه، وأزمة وهتعدي بإذن الله. تحيا مصر.